شهدت مباراة اليوم الجمعة 3 حالات طرد ليصل عدد البطاقات الحمراء التي سجلت في مواجهات الديربي بين الهلال والنصر هذا الموسم إلى 6 بطاقات. وطرد الكولومبي ديفيد أوزبينا حارس مرمى النصر بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء وأبعدها من أمام الجناح البرازيلي مالكوم فيليبي الذي كان منفردا بالمرمى. ثم تلقى ثنائي الهلال المدافع علي البلاهي وزميله السنغالي خاليدو كولوبالي بعدما تلقى كل منهما البطاقة الصفراء الثانية بسبب الاعتداء على لاعبين من النصر. وسجلت مواجهة الديربي الرياضي الكبير بين فريقي الهلال وجاره اللدود النصر بمختلف البطولات هذا الموسم 2023-2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد البطاقات الحمراء. ويلتقي الهلال مع النصر الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة بجدة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وسبق أن تواجه الفريقين 4 مرات خلال الموسم الجاري 2023-2024. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.